السلام عليكم. النهاردة حلقة جديدة، حلقة مهمة، حلقة من الحلقات اللي إن شاء الله هتفضلوها وتحبوها. حلقة وهي الحصول على 4000 ساعة مشاهدة و1000 اشتراك. اللي كل شركاء يوتيوب أو اللي هم عايزين يبقوا شركاء يوتيوب بيدوروا عليها. ان شاء الله حلقتنا دهيت هتكون مهمة جدا 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 ليكم. هنتكلم فيها على كذا حاجة. هنتكلم فيها ازاي تفتح قناتك، ازاي تكبر قناتك، اهم حاجة ازاي تحصل على 4000 ساعة وال1000 مشاركة. هنتكلم على كل الحاجات دهيت ان شاء الله، وهنتكلم ازاي انت تبدأ من الصفر. كلنا بدأنا من الصفر، ودي قناتي التانية كمان. والحمد لله ان شاء الله لدام من جد وجد، من الاخر ان شاء الله لدام انت بتسعى وحاطط الموضوع قدامك وبتشتغل عليه، خلاص ان شاء الله. انسى الوقت، ارمي الوقت ورا ظهرك، ارمي اي حاجة، ان شاء الله هتوصل. طيب نبتدي نتكلم. معكم يوسف سمير رشدي، قناة يوسف سمير رشدي، مستشارك العقاري مجال العقارات. والمرة دي هنتكلم لما لقيت ان ناس كتير قوي بتبعت لي على قناتي على موضوع ازاي تفتح القناة، ازاي تكبر القناة، ازاي تحمل الفيديوهات، ازاي تحصل على عدد المشاهدات اللي مطلوبة عشان تبقى من الشركاء، ازاي. قلت طيب فيد واستفيد. فيد ان انا هفيدكم بخبرتي، ونستفيد ان انتوا ان شاء الله تنزلوا دلوقتي تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس لا ان شاء الله. وعلشان الفيديوهات اللي نازله بعد كده هقول لكم عليها هتفيدكم ان شاء الله. النهارده هنتكلم على الفيديو ده، هيبقى شامل حاجات كتيره قوي، وان شاء الله يبقى في فيديوهات تانية كتيره ان شاء الله. ومن ضمن الفيديو اللي هنتكلم عليه دوت حاجات امثله هديها لكم على الفيديوهات بتاعتي اللي انا نشرها عشان تتعلموا منها. طيب نتكلم على اول حاجه، ازاي تفتح القناة. دي سهلة جدا، اي واحد عنده حساب على اليوتيوب بيفتح اليوتيوب بيتفرج عليه، بيدوس على الشمال فوق بيلاقي الايقونة بتاعت حرفك الجيميل بتاعك، بتدوس عليها بتتفتح اسم قناتك مكتوب، تدوس عليه قناتك، تبتدي تكتب اسمها والمضمون، حاجات بسيطة قوي اي حد في ابتدائي بيعملها. تلاقي القناة اتعملت، فيديو صغير فوق تدوس عليه، تدخل على الاستوديو بتاع موبايلك تحمل اول فيديو انت مصوره، قناتك خلاص، مرحبا بيك في قناتك في اليوتيوب. طيب خلاص دي السهلة، دي الحاجة السهلة. طب ايه بقى هو الصعب؟ ازاي تكبر قناتك وتعمل لها الدعاية، صح؟ ومش دي بس الصعب، في اللي اصعب، ازاي توصل للعدد المعين من الساعات والساعات المشاهدة والاشتراكات. 4000 ساعة و1000 مشاركة. مش بس كده، انت بعد المفروض ان دي اول خطوة، بعد كده بقى بتطلب منك ازيد، لان يعني دي يعني البدايه، يعني زي ما بيقولوها بدايه السلم، وان شاء الله كلنا نوصل لها وانتوا كمان معانا. طيب ازاي تفتح قناه اتكلمنا عليها. اهم حاجه بعد ما فتحت القناه بتبقى انت بتفكر قبليها ومحضر نفسك ايه هي الماده اللي انت هتتحدث بيها في القناه ديت. في اليوتيوب مليان حاجات ترفيهي ومطبخ وسياسي وتعليمي والعاب وايه، انت اتخصص. اقول لك حاجه، ازاي تبدا بقى من الصفر في قناه انت فكرتك في دماغك انت. دور على الحاجه اللي انت بتفهمها او اللي انت تقدر تدي فيها وتفيد فيها وتتكلم فيها من الاخر. طيب جميل، انا فتحت القناه بتاعتي مثلا، هكلمكم انا عن نفسي، انا مسوق عقاري في مجال العقارات. بدات افتح القناه بتاعتي واتكلم ما يدور حوالين العقارات بتنوعاتها وكتابة العقود ومشاكل العقارات، وتنزل المنطقة دي وتتكلم عن مشاكلها وتتكلم عن تنوع. جميل. طيب خلاص انا بدأت القناة بتاعتي واخترت ان هي تبقى للعقارات، مش هندخل على التفاصيل دلوقتي. طيب ازاي اعمل دعاية للقناة ديت؟ اي حد فينا اختصارا يعني عشان الوقت ويبقى الحاجة المختصرة والمفيدة لكم. اي حد عندنا عنده فيسبوك. انا عندي فيسبوك وعندي مجموعة اصدقائي 1500 200 250، عندي اصدقائي دول. بدأت اشتغل على الحاجات اللي عندي، الادوات اللي عندي الفيسبوك. دخلت على الاصدقاء، بعت للاصدقاء بتوعي
رسائل خاصة: يا جماعة أنا فتحت القناة باسم فلان الفلاني وأنا صديقكم على الفيس، ويا ريت يا جماعة المشاركة والدعم كلنا هنستفاد ومع بعض. وبعت الرسائل. جميل. خلاص كده هيجي لك طبعا شوية مشاركات، الناس بتحب تشجعك، أصدقائك بقى ويقفوا جنبك. طيب جميل. خلاص كده تمام. كلنا في الفيسبوك مشتركين على مجموعات. تمام كده خلاص. اللي بيدخل على الفيس وبيشوف الفيديو اللي انت عملت له الدعاية او الرابط بتاع قناتك ويدخل اهو، عملت شوية مشاهدات وعملت شوية اشتراكات، لان يعني اصدقائك هيعملوا لك اشتراكات. خلاص انت كده بدأت، بس البداية مش اللي هي. طب انت خلصت دلوقتي، انت خلصت شوية الاصدقاء اللي عندك على الفيس، وخلصت كمان شوية المشاهدات اللي هم اتفرجوا عليها، مش هيفضلوا بقى يعيدوا ويزيدوا في الفيديو بتاعك بقى، هم هيزهقوا. طيب هتعمل ايه؟ طيب ابتدي انشر الفيديوهات على الجروبات اللي عندك على الفيس. اشترك في جروبات كتيرة وابتدي انشر الفيديوهات بتاعتك وما تملش. انشر فيديوهاتك انشر فيديوهاتك انشر فيديوهاتك. حتى لو انت حد من الاصدقاء، هيبقى في شويه اصدقاء عاملين لك متابعه، هيفضلوا بقى كل شويه يظهر لهم في الرابط ان انت شاركت الفيديو فلان الفلاني، ان انت شاركت الفيديو. هيزهقوا شويه، ممكن يلغوا المتابعه، بس هم اصدقائك برضه ماشي. بس دوت ايه، هيجوا في وقت من الاوقات يدوروا يقول لك ايه ده كان بيتكلم جو في قناته يوسف سمير رشدي، كان بيتكلم عن موضوع مهم قوي عن معرفش الاسكان، او بيتكلم موضوع مهم على كتابة العقود. يبتدوا يدوروا عليك ويدخلوا لك تاني ويدوروا على القناة ويدوروا هم مشتركين فيها اساسا، يروحوا مطلع لهم ويدوروا على الموضوع اللي هم عايزينه يعني. طيب انت في الاول لازم تكون قناتك زي ما انا اتكلمت ان هي ما تبقاش فكره عاديه، علشان ما يبقاش كتير زيك في المجال. لازم تختار مجال حلو، يا ريت تختار مجال قليل اللي بيتكلم فيه عشان تبقى قناتك مميزه. يا ريت يعني كل واحد، طبعا انا سايبها كل واحد وفكره يعني. طيب طبعا القنوات الترفيهيه هي اللي واكله الجو طبعا، التعليمي والمجال بتاع العقاري يعني هيبقوا ما علينا، بس كل واحد في مجاله. طيب زي ما انا قلت دلوقتي، انت استمر، انت في الطريق الصحيح. انت بدأت تعمل قناتك، تنزل فيديوهاتك، تعمل اعلانات ليها، بدأت المشاهدات تيجي، بدأت المتابعين بيكتروا. وممكن تعمل كمان صفحة على الفيسبوك خاصة بالقناة ديت. ونصيحتي ليك، اعمل الصفحة واعمل الرابط بتاعها وابعته دعاية، وادخل على الجروبات واعمل دعاية، يدخل على صفحتك ومن خلالها يدخل على اليوتيوب ويبقى فيه مشاركات وخلي بالك، حاول ترد على كل الأسئلة. اي حد بعت لك سؤال بتاع، خلي بينك وبين المشتركين والاصدقاء مشاركه تملي كده، عشان يحسوا ان هم بيستفادوا وهيضموا اصحابهم، واللي يدخل على الصفحه ويلاقي فيه تفاعل يقول ايوه ده فيه ايوه، وده بيسالك وانت بتجاوب وبتاع يعني. دي نصيحه برضه. طيب في الاول زي ما انا قلت هيبقى فيه صعوبه في عدد المشاهدات وكتير بقى منا بيدخل على اليوتيوب ويشوف ايه النصايح وازاي اكبر قناتي. طب اعمل ايه؟ التقدم بتاعها ضعيف، البتاع ده انا كده خلاص هيأس، انا ممكن اسيب القناة، انا هفضل بقى كل يوم الم لي 20 و50 مشاهدة على كل فيديو. طب اهم حاجة في الموضوع ايه اللي بيعتمد عليه الموضوع في الاساس؟ ازاي انت تطور قناتك بتاعتك؟ ازاي بتطورها؟ ازاي؟ انا اقول لك ازاي يا سيدي، يعني من خبرتي، يعني ايه اخوكم الصغير خبرتي. عشان المشاهدات والمشتركين يكتروا. طيب رفع الفيديوهات بشكل مستمر في القناه. انت لو بترفع كل 3 4 ايام فيديو، ارفع كل يومين فيديو. لو بترفع كل يومين فيديو، ارفع كل يوم فيديو. لو كل يوم بترفع فيديو، بعد كده ارفع كل يوم 3 فيديوهات او 2 فيديو. كتر الفيديوهات، كترها. الفيديوهات لو زادت النسب بتزيد يا جماعه. لو انا عندي 5 فيديو مثلا، وعدد المشاهدات النهارده يلا على ال5 فيديو دول 100 مشاهده. طب لو انا عندي 50 فيديو، 50 فيديو يعني الخمس فيديوهات من 50 فيديو 10 اضعاف ال 100 مشاهده، تبقى 1000 مشاهده في اليوم. نسبه بسيطه، تحصيل حاصل. طيب يبقى ايه؟ زود الفيديوهات. طيب اهم حاجه ما تزودش الفيديوهات، يعني ما تبقاش فيديوهات بقى من الشمال واليمين وبتاع. في مجالك، يعني انا مجال العقارات
ما اطلعش تاني يوم واتكلم عن حاجات تانية كتير ملهاش اي دعوة بالعقارات. ايه ده، انا شتت اللي داخل قناتي مش عارف هيشوف ايه بقى. يا بختك يا ابو بخيت، لا يبقى عايز يعرف ان هو هيدخل يتفرج على المضمون ايه، والمضمون دوت هيبقى متنوع، ان هو استفاد في الفيديو ده بحاجه كده، الفيديو التاني عايز يستفاد في نفس المنطقه بس يبقى بيزيد الاستفاده في حاجه كانت اتقالت في الفيديو الاولاني، وهكذا في نفس المجال بس يبقى في استفاده مشموله اكتر من الاول، او في حاجه ايه قريبه منه. طيب تاني هتلاقي الاعدادات بدات ترفع من رفع الفيديوهات، و2 و3 في اليوم زي ما قلنا الفيديوهات. طيب وبعد كده ببص لقيت برضو انا لسه ما بقتش من شركاء اليوتيوب، لسه ما كملتش. طب اعمل ايه؟ ما تيأس، كل يوم هيعدي عليك لوحدك هتلاقي المشاهدات والاشتراكات زادت. ما تيأس، تستنى بقى انت تعمل شويه الشغل دول في الاول وتبقى جاهز وبتاع وبعد كده تهدى؟ لا 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 لا، اقول لك بقى ايه. اهم حاجه التنوع مهم جدا زي ما انا قلت، التنوع التنوع التنوع، لازم التنوع ويبقى في نفس المجال. طيب اهم حاجه بقى، اهم حاجه نصيحتي ليك وانت بترفع الفيديو، انا عايز اقول لك ازاي بقى تجيب عدد المشتركين وازاي وازاي وازاي. نصيحتي ليك وانت بترفع الفيديو، اول 30 ثانيه في اي فيديو ده اهم حاجه. المضمون، الجواب بيبان من عنوانه. خلاص كده تمام. اقول لك ازاي. اول ما بتفتح الفيديو لازم تقول يا جماعه النهارده هنتكلم عن كذا وكذا 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 وكذا، يبقى اللي قاعد قدامك عايز يكمل معاك الفيديو، لان هو انت قلت هتتكلم على كذا وكذا وكذا، اتكلمت في كذا، يبقى ناقص كذا وكذا، قاعد مستني ويخلص الفيديو لاخره. نجاح اي فيديو بيقوم على النقطه دي. في اول الفيديو زي ما انا بتكلم كده اهوت، انا معاكم يوسف سمير رشدي، اسم قناتي يوسف سمير رشدي، مستشارك العقاري جو، وتليفوني وبتاع، خلاص. وشاركونا يا جماعه وفعلوا الجرس وبتاع، وتدخل على المضمون على طول. دخلت على المضمون وكتبت، خلاص جميل قوي، الناس عرفت هتتكلم على ايه. طيب في حاجه تاني، ما تعملش فيديوهات صغيره. الفيديوهات الصغيره اليوتيوب ذات نفسه ما بيحبهاش وما بتجيبلكش عدد مشاهده حلو. يعني لما تعمل فيديو دقيقه او دقيقتين، 10 شافوه يبقى 20 دقيقه. لو عملت فيديو 10 دقائق و10 شافوه يبقى 100 دقيقه. نسبه وتناسب. اعمل فيديوهات كبيره على قد ما تقدر، ويبقى فيديوهات تركز فيها ان انت تفيد الناس بطريقه سريعه، ويعني زي ما تقول ايه الملخص كده هوت، يعني ايه الخلاصه تديها لهم في وقت قصير وبطريقه سهله. طيب حاول ان انت تدور في مجالك على الاحداث المهمه اللي حواليك. يعني انا مثلا هتكلم عن مجال العقارات. سمعت ان في تطوير في منطقه حدائق الاهرام ومدخل الهرم والبوابه الجديده والنتحه، اتكلمت عليه. طيب سمعت ان في مشاكل في حدائق الاهرام في البنيه الاساسيه والمقاولين وبتاع، اتكلمت عليه. سمعت ان في مشاكل في النصب في كتابه العقود، وازاي تكتب العقد وازاي يبقى العقد صحيح، اتكلمت عليه. معرفش ازاي. تنوع في مجال اهو، ممكن اقعد اعمل 200 300 الف فيديو في مجالي بس متنوع. جميل. طيب كده هتضمن ان الناس هتكمل معاك وحست ان هي محتاجه للفيديو بتاعك من المضمون بتاعها. طيب جميل. هنتكلم على حاجه تاني في السريع. طيب اهم حاجه بعد ما نرفع الفيديو تمام ونسوقه وكل حاجه وتمام وبتاع، في ناس عندنا تعمل القناه بتاعتها وبتنزل الفيديو، وهي ذات نفسها لما بتدخل بعد كده تدور على الفيديو بتاعها دوت ما بتلاقوهوش. سبحانك يا رب. فالناس التانية هتشوفه ازاي الفيديو بتاعك يظهر في اول ما بتكتب كلمتين البحث، يظهر في الاول. تنوع في عنوان الفيديو زي ما انا هشرح لكم كده. ادخلوا انزلوا على فيديوهاتي تحت، هتلاقي ان الفيديوهات بتاعتي في الاول انا كاتب العنوان بتاعها تمام، وكاتب جنبها برضو مضمونها اللي هو فيها، بس كلمتين 3 يخلوا اللي بيبحث عن حاجات تانية ممكن الفيديو بتاعي يظهر. يعني انزل تحت كده اهوت هتلاقي فيديو مكتوب مكتوب فيه القانون لا يحمي المغفلين.
ومتكلمين فيه ايه القصه بتاعت القانون لا يحمي المغفلين والحكايه بالظبط، وازاي القانون بيحمي وامتى ما بيحميش وايه، ومتكلمين بالتفصيل. في النص انا قايل قصه في الحلقه ديت مكتوب فيها ان الراجل كان بيدفع دولار وبتاع، فكتبت القانون لا يحمي المغفلين كيف تصبح غنيا بدولار واحد في اليوم. الكلمتين اللي انا كتبتهم دول بقى اي حد يكتب الدولار اليوم يظهر لي الفيديو بتاعي في الاول. اللي يكتب القانون لا يحمي المغفلين يظهر له الفيديو بتاعي في الاول. اللي يكتب النصب يظهر له الفيديو بتاعه في الاول. يبقى الصيغه اللي انت بتكتب بيها الفيديو بتاعك هو ده اللي بيطلعه في محرك البحث قدام او ورا او دي، يعني هي دي. يعني ممكن تلاقي مثلا انت الفيديو بتاعك اللي لسه امبارح في محرك البحث لو كتبت الدولار اليوم في الاول، واحد بقاله سنه الفيديو بتاعه في الاخر وما جابش نفس المشاهدات اللي انت جبتها في اسبوع. المضمون المضمون. طيب نتكلم عن ايه تاني؟ المشاركات وازاي تزودها وي كل اللي انا قلته دوت، والاستمراريه ورفع الفيديوهات، وان انت تدخل والاجتهاد، تدخل على المواقع وما تيأس وتحمل فيديوهات اكتر وبتاع. شهر 2 3 4 هتلاقي الدنيا اتغيرت. هتلاقي الدنيا اتغيرت بشكل سريع جدا. انت ذات نفسك في خلال شهرين 3 4 مش هتصدق اللي انت فيه دوت. هتلاقي بس الكل مجتهد نصيب. طيب هنبدأ بعد كده هوت بقى هندور بقى على حاجات اهم. احنا خلاص بقى العدد المشاهدات بتاعنا وصل وعدد الساعات وصلت. هنبتدي ندخل وندور على الشمال شركاء يوتيوب ونبعت طلب الاشتراك، وغالبا بيبقى في اول السنة الطلب دوت باستمرار. هنبعت الطلب ونستنى يردوا علينا. ردوا علينا الحمد لله، بدأنا حاطين رجلنا على اول الطريق. اليوتيوب بتشوف قناتك وبتفليها وبتعرف كل حاجة عنها وبتدي لك الضوء الاخضر. تبتدي انت بقى تشوف الاعلانات وتبتدي شوية شوية هتتنصح وايه الاعلانات اللي هتضاف على الفيديو بتاعك الرخيصة وايه الاعلانات الغالية، وتبتدي تختار وتبتدي تنظم. يعني دي حاجات مش هنتكلم فيها دلوقتي، احنا بنتكلم على المبتدئين ازاي تبتدي وتعمل قناتك وترفع فيديو بتاعك وتجيب عدد الاشتراكات واللي احنا اتكلمنا عليه ده. ابدأ بكده وان شاء الله هنتكلم هنكبر مع بعض. وهتكلمكم بعد كده هو بعد ما تكبر وتبدأ وتحط رجلك على اول السلم هنعمل ايه تاني. كان معكم يوسف سمير رشدي، قناتي يوسف سمير رشدي مستشارك العقاري جو. اهلا بكم في اي وقت، مرحب بكم. فعلوا الجرس، فعلوا الاشتراك، ما تنسونيش، وان شاء الله هنفيد بعض وهنستفاد ومع بعض في الحلوة والوحشة. متشكر جدا، السلام عليكم.